رسميا الجهات الأمنية في تونس توافق على حضور 27 ألف مشجع فقط لمباراة الأهلي والترجي على استاد رادس، مع تخصيص 1400 تذكرة لجماهير النادي الأهلي. الإذاعة التونسية: سيتم السماح لجماهير الأهلي الدخول بشكل مجاني إلى ملعب رادس خلال مباراة الأهلي والترجي بشرط إحضار جواز السفر. الخطيب: رئيسا لبعثة النادي الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي يسافر إلى تونس برفقة سمير عدلي المدير الإداري للترتيب لاستقبال بعثة النادي الأهلي في تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. محمد عبد المنعم يعود لدفاع الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي أفريقيا. معلقين مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا: علي محمد علي للشارع المصري والجمهور المصري، عصام الشوالي للشارع التونسي والجماهير التونسية. وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الترجي في ذهاب نهائي أفريقيا. المالي أليو ديانج يطالب كولر بالمشاركة خلال المباريات في الفترة الحالية بعد تعافيه من الإصابة، ولكن المدير الفني السويسري تحفظ على عودة اللاعب حتى يحصل على الوقت المناسب للجاهزية الفنية والبدنية. النادي الأهلي ينتظر إنهاء الاتفاق مع إحدى الأندية العربية لانتقال اللاعب أحمد القندوسي إليه، وبعد ذلك لن يكمل اللاعب فترة إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا بسبب اختلاف فترة بداية ونهاية الموسم في مصر عن الدول الأخرى.